ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنشرح اكتر مهارة محببة الى قلبي وبحب اعملها كتير جدا، وهي السامبريرو فليك. السامبريرو فليك دي من المهارات اللي بتقدر تعكس بيها اتجاهك، وتعالى اقول لك ازاي يا معلم. بس الاول صلي على النبي كده، وتعالى نكبر الجويستيك علشان نشوف احنا ازاي بنعملها. السامبريرو فليك بتتعمل بالانالوج ده بس، بانالوج الار ده بس، من غير اي حاجة تانية. بتعملها ازاي؟ بتعملها مرتين في اتجاه اللاعب ومره عكس اتجاه اللاعب، فهيعمل السمبريرو فليك. بس خد بالك لازم يبقى 5 نجوم مهاره، لو مش 5 نجوم مهاره مش هيعرف يعملها. فتعالى نشوف مثلا اللاعب بيعملها ازاي في الملعب وانا بستخدمها في ايه بالظبط. السمبريرو فليك يا معلم، ادي اللاعب لو ماشي الناحيه دي كده فهتعمل مرتين في اتجاهه ومره عكس اتجاهه بالطريقه دي، فهيرفعها ويرجع تاني لورا كده كده كده، فهيرفعها ويرجع بالطريقه دي. انا بستخدمها في ايه السمبريرو فليك؟ بحب استخدمها دايما وانا مثلا ماشي على المنطقه مثلا كده وظهري للجون، فهعمل سمبريرو فليك فهيلف وهقدر افتح زاويه الشوط واشوط على طول، واقدر اشمس اللاعب اللي ورايا. يعني لو في لاعب في ظهري انا هاخده في ظهري والف بيه بالطريقه دي. مثلا لاعب كده في لاعب في ظهري، فهعمل سمبريرو فليك فهياخده ويلف بيه كده كده اهو. مثلا انا ماشي الناحيه دي، فكده كده لو في لاعب في ظهري انا خدته ولفيت بيه على طول وقدرت اشوط. تمام. ده اهم استخدام للسمبرير فليك، غير ان هي استعراضيه طبعا. انت ممكن تبقى ماشي مثلا بلعيب مثلا هنا كده وتروح واخده الناحيه دي كده. وفي ناس تانية بتستخدمها في الجليتش بتاع الباكورد، كنا بنعمله زمان، اللي هو بتعملها مثلا على طرف المنطقه كده، تعمل سمبرير فليك وهي نازله تروح عامل الباكورد بالطريقه دي. فليها استخدامات كتير، بس اهم استخدام فيهم ان انت تبقى واقف على المنطقه وتلف باللاعب وتشوت في الجون على طول، والكرة هتبقى عالية عن الأرض، فتقدر تعمل فولي، هتقدر تعمل باكورد، هتقدر تعمل باور شوت زي ما أنت عايز يا معلم. جربها واكتب في الكومنتات إيه رأيك فيها، ولو أول مرة تشوفني لايك وسبسكرايب وشير. سلام.